غيرنا هكذا قلت على المغرب نلحقوا فينال ما نقعدوش نغطيو في السمج المغربي نورمالمون ما نزيدوش نهضروا على هذوك نهضروا غير على العيوب ديالنا غير في العيوب راهي تاكلوا لان نورمالمون هو الجيري العلام تاعنا اللي يطلع صح اوكين رياكسيون الناس تخدم وحنا كيف علاش يا ولدي نحيونا قاعد واحد ما في الفوتبول ما في بلاصتو واحد ما راه في بلاصتو كاع خسرنا من الفوق لتحت واحد ما حب يتحرك ماشي غيره ولينا نحشموا مش احنا نحشموا هما كيسيليكسيونيو لي جوار يجيبوا لي جوار صح ماشي تاع دير له لا نو هما يخدموا بلادهم لارير لاتيرال تاع المغرب والو هما كاع ملاح مي لارير لاتيرال تاع المغرب انا عجبني بزاف وعندهم ان ديفونسور برومي ميطون طالع 17 هو اللي مليح هو اللي طالع رقم 17 تاع اليوم ان شاء الله كي تشوف فاس فينال اللي تلعب في مصر يوفان وتشوف لاجيري ما كاش قبل في 17 لاجيري ومستوى كي تشوفه صافي مول ولكن الان راهم يديروا لي كوب دافريكي لي كوب دي موند راهم يديروا شاك 2 زون باش ما تروحش لا كاتيجوري صافي دير هذا العمل تاعو يقدر يبان بداء من العام المقبل ما نقعدوش نستناو يعني احنا باسكو هنا مبارك طبعا للمغرب الفوز مبروك للمغاربه منتخب جميل مع وهبي كابتن رايد والله النتائج الامور اللي نشوفها في المنتخب المغربي بالضبط تفرح اي واحد اي شخص عربي اليوم مثل ما تفضل كابتن كرامي من شوي يتكلم عن الصناعه الوطنيه انا اقول حتى الاتحاد المغربي ايضا صناعه وطنيه من مدربين مواطنين اكيد الخيارات تكون مفتوحه بالنسبه لهم حتى لو كان مثلا كان عندهم نيه تغيير في المنتخب الاول عندهم مدربين على مستوى عالي نعم. ومقدمين نتائج جدا مرضيه وخاصه مع الاهداف والاستراتيجيه اللي موضوعه من قبل الاتحاد المغربي. أكيد. كل التوفيق للكابتن محمد اتمنى ان شاء الله استمراريه هذا المدرب باذن الله تعالى ونتمنى نشوفه ايضا مع المنتخب الاول ان شاء الله. ان شاء الله تكون الفرحه عامره في المغرب ان شاء الله باذن الله بهذا المنتخب وكذلك الدور الكبير طبعا القياده الرشيده الحكيمه في المغرب والمتابعه طبعا من رئيس الجامعه الملكيه وفريق عمله. فوز لغزه مش اللي يعمل بروحه يعني لوحده لا فده اكيد فريق عمل متمرسين اصحاب خبرات سواء في هولندا او كذلك بلجيكا انترلاخت اعتقد وهبه اسماء كثيره يعني صارت وجالت في خدمه الرياضه المغربيه. طبعا من هذا الجانب طبعا كما كتعرف الحمد لله بذلنا قصار مجهود ديالنا باش نتاهلوا للفينال واللي كانت مقابله ما كانت سهله اللي كنا لاعبين تحت ضغوطات ديال الجماهير المصريه وفي التيران ديالهم ولكن الحمد لله درنا اللي علينا